ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. طبعا الدنيا مقلوبة بقالها كذا يوم بسبب فتاة جامعة العريش او البنت اللي اسمها نيرة صلاح. نيرة صلاح حكايتها باختصار كده، هي بنت في مدينة جامعية في كلية طب بيطري جامعة العريش، بس هي اصلا من المنصورة. قاعدة في مدينة جامعية، كانت معروفة وسط زمايلها ان هي بنت اخلاقها عالية جدا. آم، حافظة كتير من القرآن الكريم، وعشان كده كانت بتأم زمايلها في الصلاة، في الفروض ربنا، في قيام الليل. كانت معروفة كده، يعني زي ما يكون كده ايه، الست الشيخة بتاعت المدينة. لكن من سوء حظها، او يمكن مش من سوء حظها، هو كل ما كان فيه ناس حلوة وناس وحشة. وقعت في بنت اسمها شروق. شروق كانت حصل بينها وبين نيرة مشكلة، مش عارفة تحديدا ايه السبب يعني. المهم ان هم احتدوا على بعض في الكلام، ونيرة زعقت فيها قدام الناس. شروق كانت واضح ان هي شخصية يعني متدلعة شويتين ومن الناس الفرحانين بنفسهم كده، وما قبلتش على نفسها ابدا ان واحدة زي نيرة تعلي صوتها عليها. وراحت اشتكت لصاحبها، واحد صاحبها اسمه طه. قالت له دي عملت فيا كذا وعلت صوتها، وانا عايزه حقي، وانا لازم اعمل واسوي فيها، انا عايزه اخد حقي باي شكل. اقترح عليها ان هي وهي بتستحمى تحط الموبايل عشان تصورها. يقال ان هي التقطت ليها صور يعني وهي عريانه، واتضح دلوقتي ان لا، هي ما كانش في صور ليها وهي عريانه، بس زي ما يكون مثلا عملت فيها حاجه ان هي صورتها وهي مش واخده بالها. ايا كان، المهم ان هم استخدموا الصور دي ان هم يبتزوها. وبالفعل طه ابتدى ان هو يبعت الصور دي لنيرة ويهددها، وابتدى ان هو يقول لها لو ما اعتذرتيش لشروق ومريم والشله بتاعتها قدام كل جروب الدفعه، انا هبعت الصور دي وهعمل عليكي حفله. وبالفعل بقى يلعب باعصابها، وينزل على جروب الدفعه: ها يا جماعه، في حفله عندنا النهارده، هنعمل حفله على واحده، ها مين معانا في الحفله؟ وبقوا طبعا الناس: يلا حفله مين؟ طب يلا احنا معاك، طب ايه رايكم نخلي الحفله الجمعه ولا السبت، ولا نخليها الخميس عشان ابقى طيب؟ كلام كده، كل ده لعب بالاعصاب بيها. قالت لهم طب انت ايه اللي يرضيكوا؟ طيب ايه اللي يرضيكوا؟ قال له هتبعتي رساله قدام جروب الدفعه كلها تعتذري لهم فيها. بالفعل بعتت رساله: انا اسفه جدا يا شروق لو انا عملت حاجه تسيء ليكي، ويا جماعه انا اتكلمت عليها ودي كانت حاجه غلط. وبعتت كل اللي هم عايزين يبعتوه بالظبط. لكن الموضوع ما وقفش لحد هنا، واستمر لعب الأعصاب والتهديدات. فراحت لجأت لوكيل الجامعة، وراحت حكت له اللي حصل. قال لها احنا مش هنتدخل في حاجات زي كده، وانا انصحك ان انت يا ريت ما تتدخليش مع شروق في حاجه، لان شروق معروفين اهلها مين وواصلين والكلام ده كله. يقال ان ده اللي اتقال، ان يعني بس اللي هو الاكيد ان هو قال لها ان الجامعه مش هتتدخل في حاجه زي كده، ودي شؤون خاصه بينكم، احنا مش هنتدخل فيها. روحت زي ما يكون الدنيا ضلمه في وشها، خلاص حست ان هي مش تقدر عليهم. مفيش حد في الدفعة بيبص لها، سمعتها بقت زي الزفت. حتى الجامعة ما وقفوش جنبها. شروق أهلها ناس تقيلة، وهي أهلها ناس بسيطة. نيرة كانت مامتها ممرضة وباباها موظف في المحكمة. شروق كان باباها مش عارفة لواء أو عميد أو حاجة زي كده، وأخوها كان طالب في كلية شرطة. هي حست إن في فرق، وإن هي بطولها، وإن الدنيا كلها عليها. في لحظة حست إن الدنيا اسودت في عينيها، وهنا خدت قرار إنها تنتحر. اختلف الموضوع هنا إن على كلام زمايلها والكلام ده كله، إن لأ، هي ما انتحرتش، هي ممكن تكون اتقتلت. اللي حصل ان هي اتسممت وجت يعني على الفجر تقريبا. حصل لها وجع في بطنها. المشرفة بتاعت المدينة نقلوها للمستشفى، واتصلوا بوالدتها قالوا لها بنتك تعبانة، تعالي دلوقتي. مامتها طبعا اتخضت: اجي ايه دلوقتي؟ ده الفرق بين المنصورة والعريش حوالي 6 ساعات، واول مواصلة بتطلع مش قبل الساعة 7 الصبح. قالت لها لو ما جيتيش دلوقتي مش هتلحقي تشوفي بنتك، بنتك هتكون ماتت. طبعا هي، انا مش قادره اتخيل احساس مامتها وهي بتتشقلب كده عشان تروح لبنتها. وفعلا وصلت لها طبعا عشان مامتها ممرضه. هي بتقول ان ان انا كنت فهمت ان بنتي خلاص جسمها كله كان ساقع زي التلج، وبشرتها شحبه جدا، وخلاص يعني هي فهمت انها بنتها بتموت. وبالفعل بنتها توفت. الاب قال لما قالوا له يعني تحب ان احنا نبلغ النيابه او كده، قال لهم لا، انا هدفن بنتي زي ما هي وخلاص، والموضوع اتقفل. وكان الموضوع خلاص نام على كده. لكن اللي فتح الموضوع ان مامتها وهي ماسكه تليفون بنتها
بعد طبعا ما اتدفنت والحاجات دي، ماسكه بتبص في حاجات بنتها وهدومها، ماسكه موبايلها بتقلب فيه، لقت رسائل تهديد. وهنا بقى ابتدت ان هي قامت قيامتها، وابتدت ان هي تدور وتسال زمايلها، واتضح ان هم كلهم بقى اتكلموا وابتدوا يبعتوا سكرين شوتس باللي كان بيحصل، التهديدات اللي كانت بتحصل ولعب الاعصاب والابتزاز اللي كان بيحصل في الجروب، ورساله الاعتذار اللي هي بعتتها. ان الخلاف اللي كان حاصل ده كله خلى الام تشك ان ممكن تكون في شبهه جنائيه، وان حد يكون قتل بنتها. خصوصا ان في كلام بيتقال ان اليوم ده كانت هي نيرة صايمة وشربت عصير، العصير ده بعد ما سابته في قطة شربت منه والقطة دي ماتت، معنى كده ان كان حد حاطط لها سم في العصير ده وهي شربته من غير ما تحس. لكن اتضح يعني قبل ما اصور الفيديو ده في كلام كده سمعته في التلفزيون ان لا هي ما اتقتلتش، وان غالبا الموضوع انتحار. كمان بيتقال ان لا مفيش صور، محدش صورها وهي عريانه، لكن الاكيد ان هم هددوها بصور ما اعرفش بقى وهي مش واخده بالها، ابتزوها بشكل ما وتنمروا عليها بشكل ما. دي حكايه نيره باختصار. لكن اللي انا عايزه اتكلم فيه في بالنسبه لسن البنات اللي في الكليه او سن المراهقه او الفترات دي وما بعدها، يعني مفيش حد ما بيعديش بفترات صعبه، ومفيش حد ما بيحسش ان فجأة الدنيا اتطربقت عليه وان خسر كل حاجة. كلنا بلا استثناء ممكن تكون عدت علينا مواقف حسينا ان احنا خلاص مش قد الدنيا دي باللي فيها، وحسينا ان احنا في وضع اتظلمنا فيه، وممكن يكون اقرب الناس ليك هم اللي ظالمينك. وقتها فعلا بتحس ان الدنيا اسودت. لكن هل خطوة الانتحار دي او الاستسلام، انا طبعا عارفة اني نادر جدا لما حد بيفكر في حاجة زي كده، بس النسبة القليلة دي اللي بيجي في بالهم حاجة زي كده، بجد انت في اللحظة دي بجد بترتكب اغبى واكتر قرار غلط ممكن تاخده في حياتك ومماتك، لان انت مش بتخسر بس دنيتك، انت كمان بتخسر اخرتك. الانتحار حرام، محرم في كل الاديان السماويه. في الاسلام عندنا ايات كتير جدا حرمت الانتحار، وفي المسيحيه كمان الانتحار حرام وبيخالف الوصيه السادسه اللي هي القتل، ازهاق الروح. حتى الكنيسه ما بتصليش على المنتحر الا لو اعتبروه ان هو مريض نفسي. طبعا انا مش بقول ان كل اللي انتحروا في النار، وانا مين عشان احكم ولا اتكلم في حاجه زي كده، الله اعلم بالحاله النفسيه اللي بتوصلهم لقرار زي كده. وانا طمعي في رحمه ربنا بلا حدود، ما بقولش ان اللي انتحرت دي في النار ولا كده، بس على الاقل لازم تحطي في دماغك، كلنا نحط في دماغنا ان دي حاجه حرام، وحرمانيتها ممكن تكون مثلا بتعادل الشرك بالله، اعوذ بالله يعني. طب تعالوا نتكلم اني هل مثلا نيرة ما كانش قدامها حلول غير الانتحار في اللحظة اللي هي اتطربقت عليها دي؟ لا، هي كان قدامها ممكن حاجتين. لو هي قررت تواجه، وانا انصحكم ان يوم لما الدنيا تتطربق واجهه وشوف انت ممكن تعمل ايه واعمله. واجه كده، خلي قلبك خلاص، مش هيسخطوك ايه قرد يعني، ما اتطربقت خلاص وخلاص، هي اتطربقت فوق دماغك، هيسخطوك ايه قرد. اواجه بقى، واللي اعرف اكسبه اكسبه، واللي ما اعرفش خلاص، ما هو كده كده انا خسرت كل حاجه. يعني مثلا اهل اللي اللي بيقال ان هي مستقويه بيهم. انا عن نفسي انا ليا صحاب كتير جدا اهاليهم ضباط، وعارفين انتوا كده الليمبي لما بيتقال فاضل لهم عسكري ويعلنوا الحرب. والله انا كنت اعرف، انا اعرف لحد دلوقتي ناس كتير جدا من النوعيه دي. ومن خبرتي ومعرفتي بيهم احب اقول لكم ان الناس دي يعني بدون زعل، يعني محدش يزعل مني، والله انا بتكلم عشان اوضح الصوره وعشان احسس الكل ان مفيش حد اضعف من حد. الناس دي يا جماعه من اكتر الناس اللي بياخدوا بالهم قوي من تصرفاتهم. عارفين ليه؟ لان كل حاجه محسوبه عليهم، بغض النظر عن هل الاسره دي او هل الراجل ده راجل محترم وعنده اخلاق وضمير وكده. طب يا سيدي احنا مش هنتكلم في النقطه دي لان دي حاجه نسبيه بين كل شخص وشخص. بس يا سيدي طيب هنتكلم في المصلحه، لو الراجل ده بيفكر في مصلحته في الشرطه او في الجيش او في الحاجات دي كلها، في اماكن اسمها الكعب العالي، وفي اماكن تانية للناس اللي ملهاش لازمه، زي اي شغلانه في الدنيا على فكره، وزي اي مكان يا سيدي. ده انت في الطب والدكاتره في اماكن ومستشفيات واماكن في حتت كويسه ومرتباتها كويسه، وفي حتت تانية محذوفه ما فيش منها غير وجع القلب، وفي اماكن تظهر فيها وتبين نجاحاتك، واماكن تانية ما حدش يسمع عنك.
كمان في الشرطة والداخلية نفس الكلام، في أماكن الكعب العالي وأماكن مش هتحط رجلك فيها لو أنت سمعتك وحشة. الناس دي بيتعمل عليهم تحريات وبيتعمل عليهم رقابة، وكل خطوة محسوبة عليهم، وكل تصرف من أهلهم محسوب عليهم. اللي بيجي يتجوز بيتعمل له تحريات، اللي بيجي يعمل أي مشكلة مع أي حد حتى لو خناقة مع جاره بيتكتب في التحريات دي. فما بالك أنت بقى والد واحدة زي الشروق دي، واحدة على علاقة بشاب ماشية تأذي في خلق الله، بتصور صاحبتها عريانة، بتبتزها، بتتنمر عليها، عاملة شلة وبيتقال ان هي مستقوية وعاملة ما يعمل. اكيد باباها لو كانت نيرة وصلت لرقمه بأي شكل من الاشكال، حتى لو كان هب فيها ولو قال لها ما تجيبيش سيره بنتي ولو اتصلتي بيها تاني هعمل واسوي فيكي، بس الاكيد انه كان هيمسك بنته دي يجيبها تحت رجليه، وانا موديكي تتعلمي ولا موديكي تفضحيني. بعدين دي واحده كانت داخله كليه طب بيطري حكومه، يعني واحده طول عمرها من النوع اللي هي بتاعت مذاكره ومتفوقه جايبه مجموع طب، يعني اللي متربيه التربيه دي اكيد مش من الناس اللي اهلها سايبينها تتدلع وتدوس يمين وشمال. ممكن تكون هي شمت نفسها عشان هي مثلا في مكان بعيد شويه، في بلد تانية، في مدينه جامعيه مثلا، ممكن. لكن الاكيد ان لو اهلها عرفوا تصرفاتها دي هيقطعوا رقبتها. فلو كانت نيرة لجأت للحل ده أكيد كانت هتعرف توقف صاحبتها دي، أكيد هتعرف كانت هتاخد حقها بشكل ما أو هتحمي نفسها بشكل ما. بلاش مش قادرة تاخد الخطوة دي، قلبها مش جايبها تاخد الخطوة دي، على الأقل مش انت يا ستي خلاص خدتي خطوة ان انت هتنتحري وتسيبي الدنيا باللي فيها؟ طب ما تستسلمي، تغمضي عينيكي كده وتصحي اليوم وتسيبي اليوم يمشي زي ما يمشي، مالكيش دعوه بحد، ما تبصيش بحد، اللي شايفك وحشه، اللي شايفك شمال، اللي شايفك خلاص انا ميته يا جماعه، انا عايشه وسطكم ميته. لكن اخد خطوه الانتحار، احرق قلب امي وابويا اللي انا شايفاهم ناس بسيطه اللي عاشوا يتعبوا ويشتغلوا عشان يطلعوني دكتوره ويتشرفوا بيا قدام الناس دي كلها، واللي عاملين فيا كده يكملوا حياتهم وتبقى الدكتورة فلانة بنت فلان اللي اتجوزت فلان وخلفت وتفتكر اللي عملته فيا وتضحك. ازاي ابقى بالضعف ده؟ انا عايزه ارجع واتكلم في حاجه بسيطه جدا، حاجه اسمها الهشاشه النفسيه. الهشاشه النفسيه ان انا طلعت موضه كده، التنمر، الاي دي اتش دي، الاكتئاب. حلو جدا ان احنا نبقى عندنا وعي نفسي وعندنا ثقافه نفسيه تخلينا ان احنا نشوف بجد نقط الضعف اللي عندنا ايه ونشتغل عليها. يعني مثلا انا عندي اضطراب اي دي اتش دي، وعندي مثلا تشتت انتباه وقله تركيز. لا ده يخليني اعرف اتعامل ازاي مع الاي دي اتش دي، اعرف ان انا اقسم خطواتي وارسمها الاول في دماغي قبل ما اخدها. يعني مثلا انا هقوم هدخل المطبخ، هقف عند الحوض، همسك الكوبايه اغسلها واحطها مكانها، او هقسم خطواتي واشتغل بيها عشان اعرف اتفادى مشكله قله التركيز اللي عندي او تشتت الانتباه. فان انا يبقى عندي وعي نفسي يخليني اتعامل مع الخلل او المشكله النفسيه اللي عندي، بحيث ان انا اتعامل بشكل افضل وابقى احسن. عندي اكتئاب مثلا، الاكتئاب ده حاجه مش بايدك، احيانا بيبقى العامل وراثي، احيانا بيبقى فيه اسباب كتير جدا بتؤدي للاكتئاب. الاكتئاب يخليك غصب عنك بتفكر في افكار كئيبه وافكار حزينه، واللي يقول لك ان انت لا يا عم ما تفكر في حاجه مفرحه، الافكار ما تقدرش تختار الافكار اللي تفكر فيها دي، استحاله. الحد لو قال لك حاجه زي كده استحاله. بس في نصايح للاكتئاب تخليني ان انا ابقى احسن. ابعد عن جو معين، حاجه مثلا فيها مثلا اخبار في التلفزيون مثلا زي اللي بيحصل في غزه، مش انانيه ان انا ما اتفرجش عليها لو انا عندي اكتئاب، لا، لان دي بتاثر عليا وعلى حياتي باسلوب مضر، فانا خلاص انا عارف ان انا الحاجات دي مثلا بتضعفني او بتتعبني، خلاص هبقى عارف اتعامل ازاي معاها، ايه اللي هسمعه، ايه اللي لا، ايه اللي هقرب منه، ايه اللي هبعد عنه. كل ده يخليني احسن، لكن مش يخليني ان انا تنمروا عليا، اصلا انا بيبقى عيني من التنمر، اصلا انا عندي خلل، اصلا انا مش عارف اعيش، اصلا الموضوع بقى موضة. انا مش بتكلم والله ولا بقلل من المعاناة اللي نيرة شافتها، وانا ما بتكلمش على نيرة، اقسم بالله انا بتكلم على بناتي. انا بناتي صغننين وهيبقوا هيعدوا بمراحل كتير، اللي بيتفرج عليا ممكن يكونوا في فترة في افكار جديدة، في حياة جديدة، بيمروا بتجارب جديدة. انا عايزاكوا
تعرفوا نقط ضعفكم وتشتغلوا عليها. ما تاخدوش الحاجات دي وتخلوها تجيبكوا ورا. ما تاخدوش ال الكلام اللي بيتقال حواليكوا على ان هو عذر ومبرر ان انتوا تبقوا ناس ضعيفة وناس مستسلمة. خليك فايتر. فايتر يعني ايه؟ مش ان انا ابقى قوية بقى واخش اديهم في وشهم وابقى قوية وكل اللي يأذيني هنتصر عليه. ده هبل، ده ما بيحصلش غير في الافلام. ان انت تبقى فايتر ان انت تعرف في وسط كل حاجة وحشة بتحصل لك تفضل صامد، تفضل صابر. لكن الاستسلام واليأس هو ده الذنب اللي ربنا حذر منه. عشان كده قال لا تقنطوا من رحمة الله، حرم اليأس. شوف يعني ايه حرم اليأس؟ حرم ان انت تيأس من رحمة ربنا. عمر ربنا ما هيسيبك، عمر ربنا ما هيضيع حقك حتى لو ما شفتهوش بعينك في اللحظة اللي انت مستني تشوفها. في سيناريوهات كتير جدا لربنا انت اعبط واهبل واغبى من ان انت تستوعبها. بس سوري ان انا طولت. كلمتين كده كنت عايزه اقولهم في الموضوع ده. ادعوا لها بالرحمه، ربنا يرحمها ويغفر لها ويجعل تعبها النفسي في ميزان حسناتها، ويصبر اهلها ويصبر قلب امها. اللي انا مش قادره اتخيل بنتها اللي كبرتها وحلمت تشوفها في يوم ناجحه وفرحت بيها لما بقت دكتوره، وبقت تحلم باليوم اللي هتقول بنتي الدكتوره رايحه وبنتي الدكتوره جت. تبقى دي نهايتها. اوعوا تعملوا في اهاليكم كده. وافتكروا ان اي حد، بصوا معلش اخر حاجه، انا كان لي اصحاب كتير وشفت كتير وشفت ناس عدوا بتجربه الانتحار على فكره وخدوا الخطوه دي والحمد لله ربنا نجاهم منها وعايشين ومتجوزين ومخلفين وبيفتكروا اللي حصل ده ويقولوا ايه الهبل ده اللي احنا كنا هناخد الخطوه دي عشانه. والله العظيم يعني صفحة في كتاب كبير مليان حاجات حلوة ومليان حاجات وحشة. ولا حد بيفتكر حاجة ولا حد بيركز مع حد في حاجة. الحياة فيها حاجات كتير. تفتكرش ان في لحظة واحدة انت شايف فيها الدنيا حطت عليك ان هي دي النهاية. والله مهما تكون المصايب انت شايفها كبيرة، والله ما دي النهاية. وهرجع تاني واقول ادعوا لها بالرحمة وادعوا لأهلها بالصبر. سلام.